وفي 5 من يونيو 1975 في مدينة بورسعيد الباسلة يتوقف الزمن لحظات مجيدة ويرهف العالم أسماعه للنبأ العظيم. فيدون الزمن في سجلاته الصادقة صورة أخرى لتاريخ 5 يونيو غير التي عرفناها في عام 67 والتي ظلم فيها شعب مصر وجيشها في معركة لم نخوضها. وأصبح طبيعيا أن يكمل هذا الشريان المصري الحيوي مسيرة العبور في سبيل سعادة الأسرة الإنسانية ورخائها. إن ابن هذه الأرض الطيبة الذي شق القناة بعرقه ودموعه همزة للوصل بين القارات والحضارات وعبرها بأرواح شهدائه الأبرار لينشر السلام والأمان على ضفافها، يعيد فتحها للملاحة من جديد كما أنشأها أول مرة، رافدا للسلام وشريانا للازدهار والتعاون بين البشر. سجلت الأيام أن قناة السويس تعرضت للإغلاق أكثر من مرة نتيجة العدوان الإسرائيلي على بلادنا وسلامتنا، ولكن اليوم وبحمد الله تعود القناة إلى أداء دورها الحيوي الخير مطهرة من حضران العدوان ومخلفاته بعد العبور المجيد في 6 من أكتوبر ومعارك التحرير والعزة. تعود لتواصل رسالتها العالمية في الوصل بين أطراف العالم الذي ينشد السلام والرخاء لأبنائه. تبدأ رحلة السلام طريقها من مدينة بورسعيد إلى مدينة الإسماعيلية وسط مظاهر الفرحة الغامرة على الممر المائي، وتشرئب الأنظار المتطلعة إلى مواقع خط بارليف وحصونه المنيعة التي اقتحمتها الإرادة المصرية وقد ارتفعت عليها أعلام العزة والكرامة بفضل أبنائنا الذين بهروا العالم في أول فرصة للمواجهة الحقيقية بينهم وبين العدو الشرقي. وتروي أطلال الخط المنهار وبقايا الحصون المدمرة كيف كانت اللطمة التي وجهها أبناؤنا البواسل إلى العدو أقسى من أن تفيق من هولها خلوله المندحرة المستسلمة. وتتدافع فئات الشعب تشارك في الاحتفال التاريخي بتقديم فنونها الشعبية المعبرة في عرض طبيعي أخاذ.
وتنوعت مظاهر الفرحة على ضفتي القناة، وخرج الأهالي من ديارهم التي عادوا إليها ليعبروا في مشاهد أبلغ من أن توصف عن مشاعرهم الحقيقية بالنصر والقائد وعودة الآمال المشرقة في مستقبل يفيض بالخير والرخاء والأمان. واتجهت أنظار وزراء الدفاع العرب لتشهد صلابة المقاتل المصري الذي قضى على أسطورة الإرهاب الزائفة وفتح المعابر إلى أرض سيناء الحبيبة، وأعاد الأعلام المصرية إلى مكانها الطبيعي على القنطرة شرق عزيزة غالية عليه. إلى مدينة الإسماعيلية، حيث كان في استقباله موكب بحري ضخم في بحيرة التمساح. وفي مبنى هيئة الإرشاد الذي كان مقرا لاجتماعات رجال الأساطيل الأربعة التي شاركت في تطوير قناة السويس، يتقدم المواطنون بما يعبر عن مشاعرهم في هذا اليوم التاريخي إلى كل من بطل العبور وولي عهد إيران والقائد العام. لقد عاشت مدينة الإسماعيلية الباسلة يوما من أخلد أيامها وأحفلها بالزينات وأقواس النصر في الشوارع والميادين، وأقبل عشرات الآلاف من أبناء المحافظات المجاورة تعبيرا عن فرحة أبنائها بعودة الملاحة في القناة ومشاركة في استقبال الرئيس والمدعوين. وفي صباح اليوم التالي 6 يونيو وصل الرئيس إلى مدينة السويس الصامدة التي شهدت أياما عصيبة واستمات أبناؤها البواسل شعبا وجيشا في الدفاع عنها في صورة لم تشهد لها البسالة شبيها في تاريخ الحروب. والتفت أيادي الأخوة العربية لتعيد البناء أجمل مما كان وأقوى. وتفقد الرئيس شوارع المدينة المزدانة وقد قامت على جانبيها المنازل الجديدة، وخرج أهلها يستقبلونه بين البشر والترحاب وأقواس النصر وآلاف الأعلام التي غمرت حي الملك فيصل. وفي ميدان جدة زار الرئيس السادات معرض التخطيط العمراني وإنجازات التعمير، حيث اطلع سيادته على صورة الحياة التي ستصبح عليها مدن القناة في مستقبلها المشرق الزاهر. ويغادر الرئيس حي الملك فيصل في طريقه إلى مقابر شهداء أكتوبر
حيث يقرأ الفاتحة ترحما على أرواح صناع المجد الذين بذلوا دماءهم وحياتهم في أشرف ساحة وأنبل ميدان. إن مصر التي تقف اليوم عزيزة منتصرة شامخة الكبرياء ستقيم تمثالا في قلوب أبناء أجيالها القادمة لكل من وهب حياته في سبيل حياتها. مصر الوفية لن تنسى أبدا أبنائها الأوفياء. وتوجه الرئيس بعد ذلك إلى المنصة الرئيسية التي أقامتها هيئة القناة على الطرف الجنوبي في بور توفيق، حيث أعطى الإشارة إذانا ببدء عبور أول قافلة متجهة من السويس إلى بورسعيد. ويمضي موكب السلام في خطواته الحميدة، حيث يرسل الرئيس حجر الأساس لنفق الشط الذي يربط غرب القناة بأرض سيناء الغالية لينقل إليها العمران والازدهار والخير. ويؤكد الرئيس على الإسراع في ذلك بقوله: أطلب منكم تكليفا بدءا من الغد إن شاء الله. هذا التكليف هو أن نحفر جميعا بأظافرنا الأنفاق تحت القناة لكي نتصل بسيناء. السلام إلى الضفة الشرقية للقناة، يحييه أبناؤنا البواسل الرابضون الآن على خط بارليه وعلى النقطة القوية في لسان بور توفيق التي استسلم أفرادها من الإسرائيليين بعد أيام قلائل من بداية حرب أكتوبر المجيدة. ويعود الناس إلى مدنهم التي عادت إليها الحياة، ويزاولون نشاطهم وعاداتهم وتقاليدهم وأفراحهم التي حرموا منها زمانا لم يكن في حساب الزمان. ويعود أيضا المرشدون المصريون إلى صدر القناة التي ارتبطوا بها لإرشاد السفن التي تنقل الخير والحب والسلام بين شعوب العالم. ويعود الصيادون إلى شباكهم يلقونها إلى جوف الرزق الوفير الطيب. وتعود الحياة وتشرق البسمة على شفاه الأطفال. كل شيء يعود سيرته الأولى إلى السلام بعدما تكفل بتوفيره وحمايته أبناء مصر الأباء.